أسعد وقت في حياتنا وآخرتنا يوم ما نشعر بأمان الجنة. يا رب اكتبنا جميعا من أهل الجنة. وإحنا في الجنة بنتمشى، وقفنا قدام باب إنسان راضي باسمته ونصيبه بعد ما يتعب. وقفنا قدام باب القنوع. القنوع هو المكتفي بالموجود بعد بذل المجهود. بعد ما عمل اللي عليه، اشتغل، تعب، دعا، اكتفى باسمته ونصيبه، لأنه عمل اللي عليه، ورزق ربنا عز وجل اللي من نصيبك هيصيبك. هو سمع الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس: الحياة الطيبة أن ترزق القناعة. تحب الدنيا لما تحس إن القليل أو الكتير بيكفيك، أنت قنوع، أنت مكتفي بالموجود بعد بذل المجهود. هذا الإنسان القنوع جاره في الجنة اللي علم العالم كله القناعة، صلى الله عليه وسلم، الذي كان لا يذم ذواقا قط. عمره ما يقول على حاجة زي ما احنا بنقول كده يع ولا ايه. كان عنده صلى الله عليه وسلم رضا بكل شيء يقدم ليه في الأكل، لا يذم ذواقا قط صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان عنده قناعة لدرجة إن هو مستعد يوزع كل اللي عنده وقنوع بالموجود بس الناس تخش في الإسلام. صفوان بن أمية واحد من الشداد المشركين اللي ما أسلموش حتى بعد فتح مكة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غنائم غزوة حنين اداله 100 من النعم، من الإبل أو الأغنام أو الأبقار، ثم اداله 100، ثم اداله 100. يقول: وقبل أن يعطيني كان أبغض الوجوه إلي، وبعد أن أعطاني صار أحب الناس إلي. إن هذا العطاء لا تطيب به إلا نفس نبي. والله العظيم كان عارف قد إيه النبي قنوع ومستعد يدي كل اللي عنده ويرضى بالموجود بس الناس تخش في دين الله أفواجا. سيد أهل القناعة صلى الله عليه وسلم. عارف جارك مين كمان مع النبي؟ حد كان قنوع جدا باللي وصلت له الأقدار. أنا الأقدار وصلتني إن أبويا يموت ويعيش معايا 9 إخوات بنات. سيدنا جابر ابن عبد الله والده توفي شهيد في غزوة أحد، سيدنا عبد الله بن حرام. والده توفي في غزوة أحد شهيد، سيدنا عبد الله بن حرام. وساب له 9 بنات. فاتجوز امرأة كانت متجوزة قبل كده وهو شاب، ممكن يتجوز بنت ممكن تكون صغيرة في سنه أو كده. اتجوز ست كبيرة ربت قبل كده البنات. والنبي سأله: أنت ليه اتجوزت امرأة كبيرة؟ قال له: عشان أنا عندي 9 إخوات صغيرين فاتجوزت واحدة تربيهم معايا. واقتنع إنه يتجوز المرأة الكبيرة عنه ذات الخبرة في الحياة عشان تربي إخواته، مع إنه كان ممكن يتجوز شابة ويمتع نفسه، لكنه كان قنوع بالموجود بعد بذل المجهود. وده قدر ربنا. أنت لو كنت وأنت قنوعة، أنت جارك النبي وسيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري، واحد من أقرب الصحابة إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. حلو الحلال حلو الحلال. لكن الشخص القنوع، القناعة مش سهلة يا جماعة. الشخص القنوع قدر إنه يجاهد شيطانه، الشيطان الطماع اللي عايز يصنع طماعين ويملى بيهم المجتمع. الشيطان طماع. عارف يعني إيه طماع؟ الطماع هو من تضخمت عنده غريزة الأخذ حتى فقد القيم في سبيل الحصول على ما يريد. شخص عايز ياخد كتير، مستعد يضحي بقيمه ومبادئه وأهله عشان ياخد ويتملك. هذا الشخص الطماع اللي الشيطان عايز يصنعه، بدأ الطمع أصلا من عند الشيطان. الشيطان طمع في مقام سيدنا آدم، ولما ما خدش مقام سيدنا آدم طمع في ذريته كلهم إنهم يخشوا النار. طب أنت المشكلة معاك مع سيدنا آدم، ليه تقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ هو متضخمة عنده غريزة إنه عايز ياخد معاه النار. هذا الشيطان عايز يصنع مني ومنك الطماع. والهدف من صناعة الطماع هو إنه يلبس الإنسان بخلق ولاد للشر. الطمع يا جماعة من الأخلاق اللي بيطلع منها الكذب والبخل والسرقة والنصب وأشياء كتيرة مرتبطة بحفاظ الإنسان على ما عنده وبخله عنه يطلع وكذبه إنه هو يملك أي شيء، كلها بتطلع من الشخص الطماع. وتعالوا ننزل مع بعض أكتر للصراع الشيطاني، خطة الشيطان الخبيثة لصناعة الطماع والطماعة. هو بيستهدف رغبة عند الإنسان، والرغبة دي ممكن تبقى رغبة حلال، ويقول له حققها بالطريق اللي أشرحه لك وأقول لك عليه، فتحقق رغبتك بطريقة الشيطان فيشيطن أخلاقك. مع إن أي رغبة حلال ممكن تحققها بطريق الرحمن، ودي الطريقة لصناعة خليفة الله في الأرض اللي ماشي على كلام ربنا ومتخلق بأخلاق الرحمن.
أما الرغبة فيها رغبة الاستزادة من الخير، ودي رغبة مركبة في الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب، اللي انت شايفه قدامك ده وادي، لو ده كله كده ذهب وعندك واحد كمان، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يعني يوم ما يموت ويدفن هيملأ التراب، هيسكت ويتوب الله على من تاب. تاب من هذا الجشع وتاب من هذا الطمع. يا ابن آدم انت عندك رغبة الشيطان هيستغلها دلوقتي ودايما هيبرر لك. انت مش طماع على فكرة، لأن السعادة في الزيادة. دايما الشيطان يعمل ارتباط شرطي عند الطماع، ان كل ما كان عندك اكتر كل ما تشعر بالامان، كل ما تاخد اكتر كل ما تشعر بالامان. طب ما ناخد اكتر يا سيدي، ربنا يوسع على الناس. قال لك لا، ده شخص بيفقد قيمه في سبيل الحصول على ما يريد، هو ده اللي اتشيطن وبقى الطماع. يا رب أنا استنجدت بيك من نفسي، من كل شيطان رجيم. سيب الحرام ده وابعدنا